سبورتس مع جمال مباشرة بعد نهاية المباراة. معي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد. تشاو كارلو. مرحبا كارلو، مرحبا. مباراة صعبة ولكن كانت متكافئة. هل كانت النتيجة المرجوة؟ نحن كنا نريد أن نفوز بالتأكيد، ولكن هذا لم يكن ممكنا. لكنها كانت مباراة متكافئة وكنا بالطبع نحتاج إلى الطاقة، وهذا ما فعلناه. سيطرنا على المباراة بشكل جيد، ولكن أنت لست سعيد بالنتيجة. ولكن ماذا عن أداء الفريق؟ في الواقع أنا راض، لأننا أظهرنا قوة كبيرة ولعبنا بشكل جيد بكرة وبدون كرة، وقدمنا مباراة مكتملة. هم يبحثون عن حلول للتسديد من خارج المنطقة. لماذا يحدث ذلك مع ريال مدريد؟ وريال مدريد قادر أيضا على أن يقوم بذلك. نعم هذا صحيح، ولكن بالجودة التي لديهم من الممكن أن يحدث ذلك، أن يبحثوا عن التسديد من خارج المنطقة، وهذا ما فعلوه مرتين. سددوا كرتين على نحو جيد جدا، وكان من الصعب التصدي لهم بثلاثة أهداف على ملعبهم. كيف ستكون مباراة الإياب؟ ستكون أيضا مباراة متكافئة إذا لعبنا بنفس الأسلوب. من الممكن أن ننافس بقوة في مانشستر. هل تعلمتم من درس الموسم الماضي؟ نعم هذا صحيح، تعلمنا من ذلك، وأعتقد أن اليوم حتى 60 دقيقة فعلنا ما كان يجب علينا أن نقوم به. عودة إليك إذن بعد هذه المقابلة مع كارلو أنشيلوتي الذي لا يبدو سعيدا كما تعودت أن أشاهده. شكرا لجمال. بعد أن استمعنا